السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة عائلة مطبخ شمس. أنا نجوى ودي قناتي. لو عجبك الفيديو النهاردة لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد إن شاء الله. النهاردة بقى وبأبسط الطرق وفي طريقة سهلة جدا وبسيطة لكل ست بيت هنعمل مع بعض الكرواسون السهل البسيط خالص بالطريقة السهلة، مش بطريقة التنبيط. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المقادير. أنا معايا هنا 90 جرام سكر، حطيت عليهم 450 ملي لبن، يعني نص لتر لبن إلا 50 جرام، ومعايا 3 بيضات. وطالما حطينا البيض يبقى ما ننساش الفانيليا. ودايما يا جماعة في المعجنات يفضل نحط فانيليا خام، ما تحطيش فانيليا سايلة على المعجنات بتاعتك خلاص. وبعد كده بحط عليها 16 جرام خميرة، يعني معلقة كبيرة خميرة مليانة. ومعايا 60 جرام زبدة، أنا يا دوبك حطاها على النار، يا دوبك فكت بس كده خلاص، او تحطيها على حمام مائي. بعد كده بقى دوبهم كويس قوي مع بعض، وما ننساش طبعا معلقه ملح صغيره دي اساسي. واول ما يدوب كل المكونات وتتجانس مع بعضها ببدا انزل معايا ب 900 جرام دقيق، كيلو دقيق الا 100 جرام. وافضل بقى اعجن عجنه كويسه او محترمه. انا هعجن في العجينه ديت، بس عشان اعجنها في البوله بطريقه بسيطه هيبقى صعب عليا، فانا عايزه اعجنها بطريقه سهله عليا. فانا هرش على الرخامه بتاعتي ان انا غسلها كويس رشه دقيق، وابدا احط العجينه عليها، وابدا بقى اخدم العجينه كويس قوي. انا عايزه عجينه ناعمه، لان دي اللي هتساعد لي الكرواسون بتاعي ان هو يورق زي الفطير بالظبط. انا بعجن الفطير في عجن كويس قوي، ده بيساعد الفطير ان هو يورق. في نفس القصه الكرواسون انا عايزه التوريقات بتاعته زي ما احنا شايفين، العجينه ناعمه جدا وملساء. اللهم بارك، شايفه العجينه عامله ازاي؟ تحفه، يعني شكلها كده حته ملبن. ابدا اجيب الطبق ارش فيه رشه دقيق بسيطه خالص، وعلى الوش رشه دقيق بسيطه خالص. وبعد كده بجيب الاسترتش راب بتاعي وببدا اغلفه، واهم حاجه احطه في مكان دافي وعليه فوطه خلاص، واسيبه يعني يخمر براحته خالص لحد ما يتخمر معايا. الطريقه دي يا جماعه سهله وبسيطه. الناس اللي كانت بتسال احنا عايزين كرواسون بس بطريقه سهله، طبعا انا بشتغل في الاوردرات بتاعتي بطريقه التنبيط اللي هو زي طريقه الملفيه كده. ده اللي بطلع بيه الاوردرات اللي انا بشتغل بيه. فطبعا عشان هي طريقة شوية صعبة شوية وبتاخد شغل شوية ومش اي حد بيتقنها، فانا توصلت لابسط طريقة. انا جربت طرق كتير قوي يا جماعة لحد ما توصلت للطريقة دي جميلة وسهلة ومش هتتعبك خالص. بجيب الميزان بتاعي، طبعا انت مش شرط الميزان، انت ممكن تشتغل توزيني على ايدك كده حجم الكرة مناسب ليكي زي ما انت شايفاها، بس انا بوزن على الميزان خلاص. كل كورة بوزنها معايا زي ما احنا شايفين، بتبقى حوالي 70 جرام خلاص. وبقسم بقى كور، هي بتعمل معايا 24 كورة. المقدار ده اللي هو 900 جرام دقيق هيعمل معايا 24 كورة. يعني كل كورة يعني زي الحجم ده، مش شرط بقى يكون عندك ميزان، انا وزناها عشان اطلع الكور متساوية حوالي 70 جرام. تمام، زي ما احنا شايفين بغطي الكل كور بتاعتي اللي انا لميتها كويس وكورتها كويس وناعمة جدا، واسيبها بقى ترتاح 10 دقايق. وبعد كده باخد اول كورة انا كورتها، طبعا ريحت جدا، ببدأ بقى افردها بالبندانة بتاعتي او بالفراكة زي ما احنا بنقولها عندنا كده بالبلدي. وببدأ بقى ايه ارص الطبقات على الرخامة كده، الرخامة طبعا مغسولة ونظيفة. ابدأ كل طبقة كورة انا هفردها، عايزة افردها بسمك يكون رقيق جدا يا جماعة، يعني بسمك حوالي ربع سنتي. برصهم جنب بعض. انا عايزة 8 كور، كل 8 كور هفردهم بنفس الطريقة. يعني انا عامل 8 كور و8 كور و8 كور اللي هم ال 24 كورة اللي انا طلعتهم. خلصت التمن كور، ببدأ اجيب اول طبقة انا فردتها، ومعايا يا جماعة زبدة بدرجة حرارة المطبخ. الزبدة دي انا حطاها عندي في درجة حرارة المطبخ لحد ما بقت لينة كده. ببدأ بقى اربها بمعلقة عشان تبقى ناعمة وكريمية معايا قوي. وبجيب كل طبقة بفرد عليها طبقة من الزبدة حوالي نص معلقة كده كبيرة، وبفردها. انا مش عايزة اي عجين ابدا باين عندي. كل كورة بنفس الطريقة مفرودة وعليها طبقة زبدة بفردها عليها، وكل طبقة بنفس الطريقة. 8 طبقات فوق بعض. اخر طبقة بقى انا مش بحط عليها زبدة، ببدأ افردها فردة بسيطة كده، وبجيب طبق بحطه عليها واغلفه بأي كيس بلاستيك يكون نظيف أو كيس تلاجة، وبدخلها التلاجة عندي تريح. تمام، وببدأ أشتغل في ال8 كور اللي بعديهم، أفردهم بنفس الطريقة
تمام. وابدأ برضو احط بين كل طبقة وطبقة زبدة اللي انا حطاها في درجة حرارة المطبخ، وبحطهم برضو في طبق واغلفهم بالبلاستيك والتلاجة. وبعد كده ال8 طبقات التانيين يبقى انا عملت 3 اطباق، كل طبق فيه 8 كور مفرودين بين بعض طبقات. تمام. انا بقى بعد ما خلصت ال3 طبقات 3 اطباق بتوعي، ببدأ اجيب اول طبق انا خلصته حطيته في التلاجة. طبعا خلاص ارتاح وهيتفرد معايا بسهولة قوي، مش هيدوخني في الفرد. فابدأ بقى خلاص انا كده خلاص بخلص ال8 طبقات الاخرى، وهبدأ اجيب الطبق الاولاني وابدأ افرده. طبعا يا جماعة انت اللي حبايبي اللي بيطلعوا شغل اوردرات وحابين يشتغلوا بيه، ممكن تشتغلي بيه عادي خالص. الوصفة دي والطريقة دي بتبقى، وهتشوفي النتيجة قد ايه مورقة وجميلة قوي وهتعجبك. طيب تسعيرة الكيلو، هو الكيلو بيطلع ميكس جبن او جبنة رومي او جبنة خزين بيطلع ب130. اما لو عاملة حشو نوتيلا الكيلو بيطلع ب140، اللي هو حشو نوتيلا. طبعا انا بشتغل بالنوتيلا بتاعتي سما. خلاص وطبعا هقول لك واحنا في الحشو انا لو هستخدم نوتيلا ازاي احافظ عليها ان هي ما تطلعش في الصاج وتطلع في النار بره وتتحروق معايا. خلاص كل ده احنا هنقوله في الفيديو واحنا شغالين، فتابعي معايا الفيديو. ويا ريت بقى وانتي بتتابعي الفيديو ما تنسيش بقى لايك. لو انتي عجبك الفيديو بتاع النهارده ما تنسيش في اللايك بتاعي عشان هو بيرفع مستوى القناة وبيرفع نسبة المشاهدات. خلاص انا بقى جبت اول طبق اهو فردته. فردته خالص بسمك بسيط يعني حوالي كده نص سنتي. طبعا بيتفرد معايا بسهولة قوي. اول طبق انا حطيته في التلاجة فردته بسمك نص سنتي. شايفين الدايرة بتاعتي بقسمها على 4. طبعا انت ممكن تقسمي بسكينة، مش شرط القطعة دي قطعة القرش يعني هي بتدي شكل حلو شوية فانا بحب اشتغل بيها. وكل ربع انا بقسمه على 4. خلاص يعني 16 كرواسون. كل طبق يطلع معايا 16 كرواسون. دي معايا جبنة خزين جبنة تلاجة. ببدأ بقى ان انا احط في الكرواسون. طبعا الحشو ده اختياري ويرجع لك خالص انت بتحبي ايه او مش بتحبي ايه، او مثلا لو بتطلعي اوردرات شوفي انت مطلوب منك ايه. ده منظر الكرواسون بتاعي. طبعا انا مش عامله حجم كبير قوي يعني انا عامله حجم وسط. طبعا ده لسه هيتضاعف في التخمير ولسه هيتضاعف في الفرن، فهتبقى حجم القطعه هتتضاعف 3 مرات. خلاص وطبعا هنشوفوا القطعه الصغيره دي هتطلع معايا كرواسون قد ايه. ايه سهله وبسيطه خالص. طبعا لو حابه تكبري زي ما احنا قلنا ممكن تقسمي الربع على 3. حابه تخليه كده حجم مناسب وجميل كده يبقى زي ما قلنا كل طبق بيتقسم على 16 كرواسون. ورصته في الصينيه زي ما احنا شايفين بين كل كرواسون وكرواسون بسيب مسافه. بعمل حساب التخمير وحساب الخبز. وبجيب بقى انا خلاص خلصت نص كميه بجبنه الخزين. دي معايا جبنه موتزاريلا. ببدأ بقى أكمل بها بقية الكمية بتاعتي بنفس الحشو بنفس الطريقة. كل الكمية أنا بخلصها بنفس الطريقة وببدأ أحطها في الصواني بتاعتي. يا جماعة لو حابة تعملي حشو نوتيلا ما تحشيش النوتيلا دلوقتي، انت بتخبزي كرواسون سادة خالص وبعد كده بتبدأي ان انت تحشي النوتيلا بعد ما تسيحيها على حمام دافي وتبدأي تحشيها بعد ما تطلع تخرج من الفرن. خلاص خلصت كل الكمية. معايا صفار بيض حطيت عليه فانيليا، وابدا احط عليه معلقه لبن صغيره عشان افكه بس بيها واربه. وابدا بقى بفرشه كده ابدا ادهن الكرواسون بتاعي واسيبه بقى. انا الاول سيبته يختمر الكرواسون بتاعي، حطيته يختمر حوالي 10 دقايق ورصيت عليه وبعد كده دهنته. وبعد كده بحط عليه سواء حبة البركة لو جبنة سواء سمسم، حبة تسيبيه سادة براحتك خالص. وبعد كده بسيبه بقى يكمل تخميره. يعني انا سيبته 10 دقايق ريح وبعد كده دهنته بالدهان الصفار بتاعي. وبعد كده رشيت عليه حبة البركة او سمسم او سادة اختياري ليكي وسيبيه بقى يختمر خلاص لحد ما يتضاعف حجمه زي ما احنا شايفين معانا. وبعد كده بخبزه بدخله على درجة حرارة عالية بيقعد في الفرن حوالي 20 دقيقة ويطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة. اللهم بارك. ايه رأيك في الكرواسون بقى؟ كرواسون ولا احسن محل بتجيبي منه كرواسون. مش عايزه اقول لك الريحه بقى والطعم. وشايفه بقى الطبقه الخارجيه الكفر الخارجي المقرمش اللي بيبقى على اي كرواسون غالي اهو موجود اهو شايفه. وبنفس الوقت طري يعني انا مش منشفاه بقى ومحجراه من جوه ناشف فغيبته في الفرن فعشان كده ناشف. لا في كفر خارجي كده جميل ومقرمش بس من جوه مورق جدا وطري جدا وتحفه جدا.
وهنشوف معانا بقى. شايفة انا بقطعه ببرانش، يعني دليل ان هو بقى مقرمش من بره وطري من جوه. شايفة الطبقة الخارجية؟ ايه رأيك بقى في التوريقة؟ شوفي التوريقة بتاعته عاملة ازاي، بصي تحفة. جربيه والله هتدعيلي، طعم وريحة وجمال. شايفة الكفر بتاعه عامل ازاي؟ شايفة التوريقة من جوه؟ بصي الطبقات والجمال من جوه. شايفة طري ازاي من جوه، مش ناشف، بس الكفر الخارجي تحفة. وصفة سهلة وبسيطة من مطبخنا، مطبخ عائلة مطبخ شمس. زي كل وصفاتنا سهلة وبسيطة. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. انا نجوى ودي قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.